السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. تعالوا النهارده نعمل مع بعض طريقه الغريبه بطريقه سهله جدا. عايزه كيلو دقيق، او هو هناخد منه 4 مجات بس. وعايزه طبعا مجين سمنه بلدي جاموسي، هي بصراحه بتبقى حلوه جدا. اللي عايز يعمل بسمنه بقري براحته. دي مقادير الغريبه: 4 2 1 هي كده. 4 دقيق طبعا نخلينه، و2 زي ما احنا شايفين كده سمنه، و1 سكر بودر. طبعا نكون نخلينه عشان ما تكونش فيه اي تكتلات، عشان يدينا نتيجه كويسه يعني. دلوقتي نجيب بوله بقى ونشوف هنعمل ايه. وطبعا السمنه لازم تكون في التلاجة، مش بدرجه حراره الغرفه، عشان تديكم نتيجه كويسه. طبعا احنا جبنا طبعا البوله كده، هننزل بقى بالكوبايتين السمنه عليها. دلوقتي نزلنا بالسمنه، وبعد كده نزلنا بالكوبايه السكر بودر. دلوقتي بقى طبعا هنضربهم بالمضرب الكهربائي لغايه ما يبقى القوام كريمي كده. دلوقتي ضربنا السمنه مع السكر البودر، بصوا قوامها بقى كريمي كده. بصوا عايزه اوريها لكم، بصوا عامله ازاي، بقت عامله زي القشطه كده. دلوقتي بقى هننزل بالاربع كوبايات دقيق. دلوقتي بقى هنلم كده بايدينا. عايزه اقول لكم احسن بجد من العجان، واحسن من المضرب لو عملته بيه، لان ايدينا بتبقى دافيه. فبصوا هتعمل بسرعه العجينه يعني. بصوا العجينه اتلمت بجد وبقت زي الفل بصراحه. بصوا طالعه تحفه تحفه. هنعملها كور كده، وبعد كده هوريكم نعمل ايه. نحط فيها مكسرات بقى، نحط فيها الفارماسيل، الالوان براحتكم. زي ما احنا شايفين انا عملتها كور كده. بصوا بقى هنحط دي مكسرات طبعا، تيجي من عند مستلزمات الحلويات بقى. اللي انا هحطه دوت زي البونبون كده. بصوا ممكن تجيبوه من الماركت برضو، بيبقى فيه زي ما انتوا حابين بقى. ناخد كده فستق، بصوا كده ناخد لوز. لو عندكم برضو كمان فول سوداني براحتكم، اي حاجة عندكم في البيت حطوها. هنحطها بقى دلوقتي على درجة حرارة طبعا 160. مش هتاخد 5 دقايق بس، هي ما بتحمرش من فوق ولا من تحت، فاخدوا بالكم كده. زي ما احنا شايفين ادي تاني صاج وادي تالت صاج. دلوقتي بقى نحطهم في الفرن على درجة حرارة زي ما قلت لكم 160، ونبص عليه عشان هو ما بياخدش لون عشان ما يتحرقش. بصوا هي كده بردت، عايزه اوريها لكم من تحت. بصوا كده دايبه دوب. بصوا حتى بصوا ايديا بتبصم. هي كده بتستوي كده، ما بتاخدش لون. كل سنه وانتم طيبين. وده تاني صاج طلع بجد طالع تحفه.